السلام عليكم. اليوم سوف نتعرف على دولة عمان. عمان بلد ذو الجمال الطبيعي والتراث الغني. دولة عمان المعروفة رسميا باسم سلطنة عمان تعتبر واحدة من أروع الوجهات السياحية في الشرق الأوسط. تقع عمان في شبه الجزيرة العربية وتحدها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واليمن والبحر العربي. تتميز عمان بتاريخها العريق وجمالها الطبيعي المدهش، وتعد واحدة من الوجهات السياحية الأكثر جاذبية وتنوعا في المنطقة. عمان تتميز بتضاريسها المتنوعة وتنوعها الطبيعي الساحر. يمكن للزوار اكتشاف سحر الجبال الشاهقة في جبال الحجر والجبال الخضراء في جبل الشمس وجبل الخشم. يعد جبل شمس أعلى قمة في عمان ويوفر مناظر خلابة للوديان العمانية والسهول الخضراء المحيطة به. كما يمكن للزوار استكشاف أجمل الشواطئ الرملية البكر على ساحل البحر العربي، مثل شاطئ قرية السيف وشاطئ صلال. علاوة على ذلك، تتمتع عمان بتراث ثقافي غني وتاريخ عريق. يمكن للزوار زيارة العديد من المواقع التاريخية والثقافية مثل قلعة الجلالة وقصر بيت الزبير والمسجد السلطان قابوس الأكبر. تعكس هذه المعالم الثقافة التقليدية لعمان وتاريخها العريق، وتوفر فرصا للزوار لاكتشاف التراث العماني من خلال الفن والمعمار والحرف اليدوية التقليدية. مدينة مسقط عاصمة عمان تتميز بمزيج فريد من الثقافة التقليدية والحداثة. يمكن للزوار استكشاف أحياء المدينة القديمة مثل مطرح ومطرح الجديدة والتجول في أسواقها الملونة واستكشاف الحرف اليدوية المحلية. كما يقدم مسقط العديد من المواقع الحديثة والمرافق الفاخرة مثل المراكز التجارية الحديثة والمطاعم العالمية والفنادق الفاخرة. تعتبر صلال المدينة الساحلية في جنوب عمان واحدة من الوجهات السياحية الأكثر روعة في عمان. تتميز بشواطئها الرملية البيضاء ومناخها المعتدل طوال العام. يمكن للزوار التمتع بالاسترخاء على الشواطئ الهادئة والغطس في مياه البحر الزرقاء الصافية. كما يمكنهم زيارة حديقة اللبن والمشي في أحد أجمل الحدائق الطبيعية في المنطقة. لا يمكن الحديث عن عمان دون ذكر عمان القديمة التي تعتبر موقعا مدرجا في قائمة التراث العالمي لليونسكو. يمكن للزوار استكشاف شوارعها الضيقة والمتاهة وزيارة المساجد القديمة والساحات التاريخية. تعكس العمارة التقليدية والتصميم العمراني لعمان القديمة تاريخ المدينة، وتقدم فرصا للزوار للاستمتاع بالجمال المعماري التقليدي.